قال: التمثيل هو تمثيل صفات الله بصفات خلقه، فلا يقال ينزل الله إلى السماء كنزولنا أبدا، لا يشبه الله تعالى بخلقه. وحديث النزول رواه الإمام مسلم. ابن بطة أو ابن بطوطة الذي تسمعون به، الذي يقال له الرحالة، ثبت كذبه على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا. لما سمع هذا الحديث قال: رأت عيناي وسمعت أذناي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا من المنبر. ونزل شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى توفي قبل مولد ابن بطة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى توفي قبل مولد ابن بطة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى توفي قبل مولد ابن بطة. وهذا شيء بسيط جدا في معرفة الناسخ من الأقوال، أن تنظر إلى وقت الميلاد ووقت الوفاة معي يا إخوان. فتبين كذب الرجل على شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الشيخ ذكر، قال: ومن الكذب نسبة هذا التشبيه إلى شيخ الإسلام. تعرفين ليه الشيخ ذكر ذلك؟ لأن علماء السوء كفروا ابن تيمية، قالوا إن ابن تيمية كافر، ومن أسباب تكفيره أنه مجسم، أي أنه جسم الله، فكفروا شيخ الإسلام بذلك، واستندوا إلى كلام ابن بطوطة